فيما يتعلق بالاخبار المنتشره بقالها فتره بخصوص كارلوس فينيسيوس اللاعب البرازيلي، لعب في توتنهام. تعال نشوف لعب فين كده. عنده مسيره كبيره جدا، يعني لعب في انديه كبيره جدا، لعب في نابولي وفي موناكو وبنفيكا وتوتنهام وبي اس في ايندهوفن وفولهام وجالات سراي. سي في قوي، بس هو بيتنقل كتير، يعني كل موسم في فريق شكل. هو هداف ولعيب جامد جدا. الاخبار ربطته بالزمالك عشان هو لعيب فري، والزمالك يبحث دايما وفقا لظروفه الماليه عن اللعيب الفري. طيب، كارلوس فينيسيوس ما عندوش مشكله انه يلعب في الزمالك وفقا لمصادر كتيره جدا، ولكن كارلوس فينيسيوس عايز ما يقرب من 2 مليون دولار راتب سنوي. 2 مليون دولار راتب سنوي. فين بقى ممدوح عباس وفين الناس الحلوه دي اللي قال لك احنا هنجيب صفقتين؟ ما شفناش حاجه لحد دلوقتي. فالراجل عايز، قال لك وفقا لوكيله، قال لك احنا اتكلموا معانا وبعتوا لنا ميل وردينا عليهم، هم لسه ما ردوش علينا. الميل باظ ولا ايه؟ النت وقع؟ يمكن النت وقع عشان الحوار بتاع سنترال رمسيس يا جماعه، يعني مش عايزين نظلمهم يعني. فحتى الان الامور واقفه، لكن اللاعب كان فيه مفاوضات. كان فيه مفاوضات. خلينا نشوف الامور هتمشي ازاي. لاعب مهم وقوي ولعب في ليفلز عاليه جدا ولعيب قوي. ليه لا؟ اتمنى. عم جون، اتمنى والله. بس مش جون المره دي، ممدوح عباس بقى. فين المحبين؟ فين العاشقين؟ العاشقين الحقيقيين لهذا النادي هم الناس جمهور الزمالك فقط لا غير والله. الزمالك عنده معسكر مغلق. بلغ الاربع لعيبه اللي قدامنا في الصوره دول ان هم مش موجودين في المعسكر. سيد نيمار انتقل رسميا للبنك الاهلي. مهاب ياسر في طريقه للانتقال ايضا لاحد الانديه. مصطفى شلبي يقال انه بنسبه كبيره حاليا بينهي اموره تماما مع البنك الاهلي. احمد الجفالي في طريقه لاحد الانديه التونسيه. 4 لعيبه ولسه في المزيد سيكونوا خارج معسكر الزمالك اللي هيبدا الفتره اللي جايه في العاصمه الاداريه باذن الله. 4 لاعبين مش هيكونوا موجودين. صفقات الزمالك الجديده هتكون موجوده: تشيكو بانزا، ادم كايد، عمرو ناصر، شريف، مهدي سليمان. اللعيبه دي كلها هيكونوا موجودين في معسكر الزمالك باذن الله. ولسه يا جماعه هانت ناس تانية هتخرج من الزمالك قريب جدا جدا جدا. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. كل لعيب مثل الزمالك في فتره من الفترات بنتمنى له كل التوفيق في مسيرته. مفيش بيننا وبينهم اي حاجه. لعيبه مثلت نادي الزمالك، كل لعيب بيلعب بامكانياته ومستواه. بنشكرهم على الفتره اللي فاتت، وان شاء الله نشكرهم قريب جدا ونتمنى لهم التوفيق في اي مكان تاني باذن الله. الزمالك النهارده قدم احمد شريف، تقديمه كانت حلوه ورايقه وجميله. احمد شريف لعيب صغير في السن، ان شاء الله يبقى عنده هامش تطور معانا ويظبط الدنيا معانا. يا جماعه عشان نوضح للناس، الزمالك حتى الان لم يتعاقد مع صفقه سوبر، صفقه قويه تنتشل الفريق من تحت لفوق. حتى الان عشان الناس اللي بتقول لك مش عارف ايه وكلام كتير، الزمالك حتى الان لم يتعاقد مع صفقه سوبر. كل الصفقات اللي جت مشي حالك. الزمالك هيفرق معاه الاجانب ثم الاجانب ثم الاجانب. خلينا نفتكر حاجه: لعيبه كتيره كانت قبل ما تيجي الزمالك ما كانتش حاجه، بقوا نجوم وراحوا اتباعوا بارقام كبيره جدا. فخلينا نشوف الامور هتمشي ازاي ان شاء الله على خير.